السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير يا رب. النهاردة عملت البسبوسة الخطيرة ديت. شايفين لونها؟ شايفين جمالها؟ شايفين السوا من الجوانب ومن فوق ومن تحت؟ ايه رأيكم؟ يلا مع بعض تعالوا نشوف الطريقة. بس يا ريت اللي لسه ما اشتركش في قناتي يعمل سبسكرايب وشير ولايك، ويلا مع بعض نبدأ نشوف الطريقة والمقادير. يلا تعالوا وتعالوا معايا نشوف المقادير. سهلة جدا. معايا كوباية سكر، كوباية الا ربع مية، لو عندك حليب عادي مفيش مشاكل، ومعايا كوباية الا ربع سمن، وهضيف معلقتين عسل جلوكوز، او لو مفيش عسل جلوكوز هنضيف شربات تقيل، معلقتين شربات تقيل زي اللي انا بحطه ده. وادي المعلقة التانية. يبقى كده هقول المقادير تاني: كوباية سكر، كوباية الا ربع مية او لبن، معلقتين عسل جلوكوز، وكوباية الا ربع سمن. لو مفيش عسل جلوكوز هنحط طبعا الشربات التقيل زي اللي انا ضفته ده دلوقتي، وهفكهم على النار ويدوب لما يهدوا شويه هنقول هنعمل ايه مع بعض. ومعايا هنا نص كيلو بسبوسه من غير اي اضافات خالص، هنزل عليه بخليط السمن والميه والسكر وعسل الجلوكوز، ونقلب كل المكونات مع بعض. هنقلب تقليب خفيف، يعني البسبوسه ما بتحتاجش العجن ولا اي حاجه، تقليب خفيف جدا علشان ما نديش فرصه للجلوتين ان هو يتفاعل. هنقلب بالراحه كده. كده خلاص قلبت البسبوسه. هجهز بقى صينيه مدهونه ونفضي كل الحاجات دي بيها. كده تمام. قلبنا البسبوسه تقليب خفيف زي ما قلت في الاول، ونجيب بقى صينيه مدهونه. معايا الصينيه مدهونه وهنفضي فيها كل الخليط بتاع البسبوسه، ونفرد كده البسبوسه في الصينيه كلها، ونحاول نسوي وش الصينيه. هكملها وارجع لكم، ونحاول نديها كده كام خلطه علشان نسوي السطح كده. ولو في فول سوداني او اي مكسرات ممكن نزين البسبوسه بيها، المتاح عندك استخدميه، وممكن تخليها ساده عادي مفيش اي مشاكل. كده خلصت، وهدخلها الفرن على درجه حراره 180 على الرف الاوسط، واول ما تطلع من الفرن على طول هنسقيها بالشربات السخن. يلا مع بعض. ودلوقتي هنعمل شربات البسبوسه. هو بيكون خفيف. معايا كوبايه ونص سكر، حطينا كوبايه وادي النص اهو. كوبايه ونص سكر هياخدوا كوبايتين ميه، وادي الكوبايه التانية. وهنضيف كمان معلقه شربات تقيل، لو في عسل جلوكوز خلاص، مفيش يبقى الشربات التقيل كفايه، واتنين فانيليا، وعصرة نص ليمونة. وهنرفع كل المقادير ديت على النار، وهيغلي لمدة اكتر حاجة 10 دقايق بس، ونطفي عليه. وقبل ما اطفي على الشربات هحطله معلقة سمنة كده علشان تدي طعم وريحة احلى للبسبوسة. والصينية طلعت من الفرن، شايفين الجمال. ودلوقتي الصينية سخنة والشربات سخن، وهنضيف الشربات على البسبوسة. بسم الله. وهسيبها لحد ما تشرب كمية الشربات كلها، واغطيها علشان تبقى كده طرية وملمسها حلو ان شاء الله. وهعيد تاني على مكان تقطيع البسبوسة زي ما انتم شايفين كده، علشان الشربات يتخلل كل جزء فيها.
وبعد ما شربت كل الشربات هغطيها طبعا وما تقطعش قبل ساعتين او 3 بالكتير علشان تكون كده اتمسكت وتبقى طعمها احلى على فكرة وهي باردة. يلا مع بعض بقى نقدم البسبوسة الجميلة ديت. شايفين السوا بتاعها عامل ازاي؟ يلا بقى ندوق احلى بسبوسة. شايفين؟ عشان اوريلكم بس الترميلة. شايفين الجمال؟ يلا ايه رأيكم؟ لو طريقتي عجبتكم يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل الجرس وكلمة الكل علشان توصلكوا كل وصفاتي، وطبعا الشير واللايك. واشوفكم في وصفة تانية احلى وسهلة مع صافي ان شاء الله. مع السلامة.